بسرعه كده اقول لكم ايه الجديد. في شركه اسمها اير بي ام بي. تمام. اير بي ام بي او ابلكيشن اير بي ام بي. الابلكيشن ده الابلكيشن بتاع برينتنج او تأجير بيوت او شقق. ابلكيشن معروف جدا، تقريبا احنا خدناه في ماده من المواد بتاع السياحه. المهم، الابلكيشن لسه النهارده، بس النهارده او النهارده او امبارح منزل ابديت في الابلكيشن وابديت على الويب سايت بتاعهم ان هم هينزلوا خدمات. خدمات بمعنى ان السائح دلوقتي دخل اجر شقه او اجر بيت في القاهره مثلا او في اي مكان. بعد كده بيقدر ان هو يروح للخدمات في الابلكيشن ويشوف انا عايز خدمه، مثلا انا عايز شيف يجي يعمل لي اكل، عايز مثلا حد يجي يعمل لي مساج. كذا حاجه، هم عاملين 10 خدمات حاليا وهيضيفوا 10 خدمات بعد كده، في خدمه تمرين وخدمه مساج ودول اللي يهمونا، اللي يخصونا احنا في السياحه الرياضيه. تمام. ده الموقع بتاع اير بي ام بي. تمام. في هنا البيوت. تمام. قلت تمام كتير. anyway، هنا الخدمات. تمام. تمام 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 تاني. المهم، الموضوع ده هيخليكم ان انتوا تقدروا تكسبوا فلوس كويسه جدا 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 لو انتوا عرفتوا تعملوه صح. هتكسبوا كتير قوي، هتكسبوا كتير جدا، يعني كتير جدا تعرفوا ان انتوا لو انتوا عرفتوا تعملوه صح. فانا الفتره الجايه هبدا ان انا اشتغل عليه. تمام. وهتابع معاكم ازاي انا بدات ان انا اشتغل عليه، وهبقى اعمل لكم فيديوهات زي كده، ازاي انا سجلت عليه، وازاي ان انا هابديت الصور وهابديت الشغل بتاعي، وازاي ان انا هجيب عملاء عموما. الموضوع صعب قوي، مش سهل. التسجيل على الموقع سهل وانت فاهم، انا عندي خدمه وسجلت على الموقع. التسجيل على الموقع سهل قوي بسيط، فالصعب فين؟ الصعب في ان انت تعرف تظهر نفسك بطريقه بروفيشنال. الموضوع بروفيشنال جدا لان انت بتتعامل مع سائح، فالسائح ده عايز حاجه، يشوف حاجه لازم يشوف شكل جميل جدا. ما تصورليش صوره بالتليفون معفنه وانت بتجري ولا بتعمل رياضه معفنه، لازم تكون الموضوع بروفيشنال. فده اللي هيخليك ان انت تقدر ان انت تجيب شغل او تجيب سائح يجي يطلب خدمتك عشان تمارسها معاه. فانا طبعا ماليش في الرياضه، انا فاشل في الرياضه خالص، ما بحبش الرياضه كلها. الرياضه الوحيده اللي انا بمارسها هي المشي. بحب المشي جدا، بتمشى كتير وبعمل هايكنج. فممكن ان انا هعمل ديت كخدمه عندي، او هتمشى. ممكن اقول اتمشى في القاهره، طبعا الفيوم ما فيهاش اي اماكن سياحيه او سياح يعني يتمشوا فيها. فهختار ان انا اتمشى في القاهره. هيكون خدمتي ان انا اخد السائح اتمشى بيه في القاهره. ممكن اخد مثلا $50 في الساعه، اقل حاجه في الموقع $50. اقل حاجه 2500 جنيه. 2500 جنيه بتاخدهم خدمه ممكن تقدمها في ساعه او ساعتين. فانا اقول ممكن اتمشى ساعه، الساعه ب $50. فانت لو تتمشى معايا 3 4 ساعات هتلاقي نفسك جمع فلوس كتيره. فلو جبت واحد عميل واحد في الشهر هتاخد مرتب من المرتبات اللي بيدوها هنا في الفيوم اذا اشتغلت في اي مكان في الفيوم. فالموضوع فيه فلوس كتيره، في نفس الوقت صعب جدا ومحتاج تركيز جدا عشان تعرف تعمله صح. ماشي. وبروفيشنال قوي. فانت هتشتغل بطريقه بروفيشنال، لازم تتعلم انجلش. الانجليش بتاعك لازم يكون كويس. ولازم يكون كويس مش معناه ان انت تاخد كورس. اتعلم انجلش بان انت تبراكتس ات. ممكن احنا نخش جروب مع بعض ونتكلم انجلش كلنا كده. انت هتتعلم انجلش. تتعلم انجلش لما تتكلم انجلش. طول ما انت بتتكلم زي ما الدكتوره كانت بتعلم لك، طول ما هي بتتكلم انجلش فاحنا بنسمعه، احنا بنرد عليها، فده اسمه براكتسنج او ممارسه. فده هيساعدنا ان احنا نتكلم انجلش. ولما انت زي بالظبط الناس اللي هم عند الاهرامات بيتكلموا انجلش، فلازم ان احنا نتكلم انجلش بس كده. تتعلم ان انت تتكلم انجلش مع الوقت، ما تشغلش بالك بالانجلش قوي، هتلاقيه سهل قوي ان انت تتكلم. بعد كده بس الموضوع هتلاقيه سهل. وبعد كده محتاج ان انت تكون شاطر قوي بروفيشنال في مجالك الرياضه اللي انت هتمارسها. بيطلبوا وانت بتخش تكتب الخدمه يحتاجوا ان انت تحط الشهاده، او لو انت عندك شهاده او انجازاتك تحط انجازاتك، تكتب انا عملت كذا كذا، انا خدت ميداليه كذا وعملت كذا، انا دربت عدد اشخاص كذا. مثلا انا عملت معايا شهاده كذا. بيطلبوا شهاده وبيطلبوا الدراسه بتاعتك. هوريكم الموضوع ده كله سهل، بس المهم النقط الاساسيه ان انت تكون بتعرف تسوق، هتعرف تظهر لنفسك بشكل بروفيشنال.